السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. مرحبا بكم في قناة الزهراء للطرز الأصيل. مبروك عواشركم، مبروك رمضان إن شاء الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والعافية وطولة العمر يا رب. وباش ما كتمناو اليوم البنات من ضمن السلسلة اللي درت معكم ديال جلال رمضان الخفاف، جبت لكم واحد الجليبة خفيفة البنات وزويونة خفيفة ما وغير مكلفة. يعني أنا غنوريها لكم في التصويرة، أنا عجبتني. ها هي البنات، هاد الجليبه هادي كما كتشوفوا فيها غير هنا في الوسط ديال نص السوق، وسط جلابه ما غتكلفكمش البنات. وهنايا القب تقدروا دوروه غدوزوا له كل خياطه، تقدروا دوزوه بالعقيق ولا شوفوا نتوما، ولا ضريس خفيف لا هنا لا في الكمام. المهم جليبه خفيفه وغير مكلفه البنات، وكنتمنى تعجبكم. انا عجبتني الرشيمه وبغيت نطبقها معكم الاخوات، وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم تحاولوا تطبقوها. رشمه خفيفه لرمضان ولا هكا لهاد الاجواء ديال بحال هاد المناسبات. ندوزو للتطبيق ان شاء الله الاخوات. البنات ما عرفتش، كنت كنصور فجاه لقيت ما تصورت حتى شي حاجه، وبديت انا خدمت هاد الوسط بديتو. المهم هادو كما نعاود الهضره اللي قلت كامله نعاودها ان شاء الله. الرشمه كما كتشوفوا البنات بالطرز التونسي، والطرز التونسي البنات راه ديجا خادمه معكم في القناه، وديجا وريتو لكم. وراه ساهله البنات، راه ماشي ساهله، غير مجرد مربعات كتخدموهم، غير نتوما تقادوهم في الخدمه. هنايا الوسط تخدم بالنحاسي، الوسط غتعمرو بالنحاسي بهذا الشكل صافي. وغتجيو غتجيو البنات من الجناب وتعمروهم بالحرير، تعمروهم بالحرير بحال هكا بهذا الشكل. قلت لكم يعني الهضره اللي دازت كنحاول نتفكرها، لان عطيتكم فيها شي معلومات. الكريب، الثوب ديال الكريب البنات كما كتعرفوا راه كيتيره شويه، وهاد حيت كيتيره كيخسر لكم الرشمه ديالكم. تحاولوا تيريو من جميع هاد الاطار كامل، تيريو منه من هنا ومن هنا باش تجيكم قاده الرشمه ما تعواش لكم. وديروا ليه الفيز بين البنات باش يعاونكم في الخدمه. عندي جوج تلوان اخرين وندوز لهم. كيف خدمه معكم التونسه البنات راه ساهل، ما صعيب ما والو. وكما كتشوفوا مجرد مربعات كتعمروهم مزيان، لا اقل ولا اكثر. وهاد المربعات راه كترسيهم باش يجيوكم قادين، كترسيهم في كنت وريتو لكم في هذوك الوراق اللي فيهم مربعات صغار، دوك الدفاتر ديال الدراري فيهم مربعات صغار باش كيجيكم داك الشيء مقاد. ديروا الرشمه ديما التونسي ديروا على داك المربعات باش تقادوهم يجيوكم قادين. الرشمه البنات راها ساهله، كما عودتكم السهل والبسيط في قناه الزهراء. ديروا جليبه هكا بنص السوق، ما غتخسروا عليها حتى حاجه، غطلقوها بالماكينه. والجناب هذاك القب والكمام غدوزوا عليه، يا اما ديروا داك العقيق الطويل الصفر، يا اما هذا ضريس كما قلت لكم، يا اما طلقوها بالماكينه ديروا ليه لوغلي. يعني جلابه خفيفه ما تكلفكم الا الثوب. الرشمه البنات جات ساهله وعجبتني. راني خدامه راه البال التليفون لاني ما عرفتش قبيله كيفاش بقى ليا، ما عرفتش علاش. هاد الرشمه البنات راه كتقدر تخدم باليد، انا خدمتها بالماكينه، وراه تقدروا تخدموها اللي كتخدم اللي كطرز باليد، تقدر تطرز باليد
حتى هي كتجي زوينه، ولكن ما كاينش شي فرق كبير. البليه تيكون ضروري خصكم ديروا الكانفا. وهذا الطرز تونسي كيدار باليد، كما انه كيدار بالماكينه، خدمناه بالماكينه تعيينه. كنت وعدتكم البنات اني غنعود نحط يعني تقريبا كل يوم فيديو، ولكن الظروف ما ساعدتنيش الاخوات. جاتني صعيبه باش يوميا يعني نسجل فيديو، ما قدرتش لان انا عندي ظروف. وباقي ما عرفتش دابا في رمضان ان شاء الله كيفاش يعني كيفاش التوقيت، كيفاش غننظم الوقت باش نستمر معكم ان شاء الله. ولكن غنحاول نحط لكم فيديوهات بهذا الشكل، جليبات خفاف، قنيضرات. واحد الاخت سولتني على القنيضرات، ان شاء الله نحاول حتى هما نحطهم لكم في هذا رمضان ان شاء الله. ها هي رشيمه البنات بكل سهوله وكل بساطه، ها هي وجدناها. هانتوما البنات قلت لكم غير مكلفه، وحتى يعني ما كتشدش لكم حتى الوقت وما تاخذش لكم حتى الحرير، يعني جد سهله. تقدروا ديروها حتى في الكمام، اللي بغى يديرها يدوز على الكمام، يديرها في السوق ويدوز على الكميمات. ممكن يعني. المهم انا عطيتكم لا باز ديال الرشمه والطريقه باش تخدموها، وانتم ديك الساعه تفننوا كيف ما بغيتوا تحطوا، كيف ما بغيتوا ديروها، كيف ما بغيتوا تخدموها، لكم الاختيار. كنت واللي كيزور القناه ديالي الاخوات لاول مره، مرحبا به في قناه الزهراء للطرز الاصيل. وما تنسونيش في اللايك البنات، وفي اشتراك، اشتركوا في القناه باش ودعموها باش تنجح وتطلع ويوصلكم انه حتى نتوما شو ملي كتكثروا لي لايك وكتكثروا تتكون المشاهده كثيره البنات، راه كتشجعوا صاحب القناه، راه كتشجعوا انه يستمر وانه يجيب لكم الجديد وانه يعطيكم كل ما عنده. هذا كيكون تشجيع ليه كبير، كتحفزوه. ولكن ملي ما كتكونش المشاهده قليله وما كايناش كاع، بعض المرات كتكون جد يعني منعدمه تقريبا، راه حتى هو كيصيبوا احباط وما يعني ما يقدرش يزيد القدام. كنتمنى البنات تشجعوا القناه وتبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وان شاء الله الى اللقاء في فيديو اخر وفي رشمه جديده وجلبه خفيفه د رمضان، ولا قميص، ولا اللي يعني اللي كان ان شاء الله اللي سهل فيه الله. الى اللقاء البنات.